كل البنات واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وليكم هذا الفيديو كامل بصحتكم. انا صافا الحمد لله. اليوم جيت نطلع لكم بهذا الفيديو وصفه رمضانيه طاجين جبن بمقادير مضبوطه. قبل ما نبداو ما تنساوش تدعموني بجام وابوني وتخليوا لي تعليقاتكم هكا بان تحفز ونزيد لكم فيديوهات. وهيا معايا نبداو نديرو هذه الوصفه. اول حاجه واش راح نحتاجو حنعت لكم واش نحتاجو في الوصفه هذه. لهنا عندنا طرف دجاج يعني نديروها برك البنة في هذيك لاصوص. عندي 4 بيضات، حبة بصلة تكون متوسطة مع فص تاع ثوم. عندي كزبر في الكحل، ملح ودبشة مقطعة. هنا عندي زيتون، دجاج درت هنايا نص صدر دجاج مرحي، وعندي دبشة عادي اللي راح نديرها في لاصوص تاعي. عندي فرماج هذاك تاع شاف وفرماج تاع لي ساندويتش، وعندي خميرة دوك نقولكم واش نديرو بها، وكريم فريش. اول حاجه راح نبداو بلاصوص باه نحطوها. ديروها هي الاولى، تجيبوا مرميطه ولا كوكوط تاعكم نديروا فيها شويه تاع زيت وشويه بصله، لان البصله راح نديروا كميه في لاصوص وكميه في الدجاج. من بعد راح نحط شويه كزبر وشويه فلفل الكحل، تقدروا ما نديروا غير فلفل الكحل. راح نحط هذيك الدبشه باه تعطيني البنه، ونزيد طرف تاع دجاج اللي هو اختياري. انا حبيت نديرو برك باه يعطيني هذيك البنه، هذا مكان تحبوا ما ديروش. وديروا شويه ملح ما تكثروش، لانه كيما راكم تشوفوا بالفرامج وكامل راح تجي مالحه. نحطوها تتقلى على نار تكون قليله، بعدها راح تمرقوها. نجيو لهنا نخدموا الدجاج تاعنا، نجيبوا في مقله شويه تاع زيت، وراح نحطو هذيك البصله نخليوها هي اللي تتقلى هي الاولى مليح مليح حتى تذبال، باه نزيدو عليها الدجاج. وما تنسوش البنات بما انكم راكم وصلتوا الفيديو لهنا تخليو لي هذيك الجام والابوني وتخليو لي تعليقاتكم. لهنا بالنسبه للزيتون تقدروا تغسلوه 5 مرات مع السكر ولا تغليوه. انا لهنا كنت راح نغليه، ما تغليوهش بزاف، شويه شويه برك باه ما يتنحلو هذيك الملوحيه. لهنا بعد ما ذبل البصله كيما راكم تشوفوا راح نحطو الدجاج ونردوه مام هو يزيد يطيب. نديرو الساعه عليه لي زيبيس، شويه ملح شويه كزبر شويه فلفل الكحل وشويه دبشه هذيك اللي قطعناها كيما راكم تشوفوا. ندخلو كامل هذولي زيبيس في الدجاج ونحطوه يطيب. لهنا بعد ما طاب عاودت رحيته غير شويه برك كيما راكم تشوفوا باه يتفتح معايا هذاك الدجاج. نحلوه لهنا في ريسيبيون حتى يبرد باه العظام كي نحطوه ما يطيبوش. نجيبو لهنا نص كاس كريم فريش وراح نخلطو. بالنسبه لهنا العظام ما كنت درتهم كامل، دوك تشوفوا الكميه اللي درتها وانتم على حساب. انا في نص صدر الدجاج درت لي 3 بيضات، لهنا درت 2 الاولين ونخلط ونشوف يعني على حساب القوام. وكي نقولوا طاجين جبن يعني راح يكون معمر فرماج. لهنا خيرت هذا الفرماج تاع الشاف ودرت منه غير شويه ونكمل نخلط. بعدها راح نزيد الحبه الاخرى تاع العظام. عندنا لهنا خميرة تاع الحلوى اللي راح نديرو منها مغرف صغيرة ولا نص مغرف على حساب كمية تاع الدجاج اللي راح تعطينا هذيك الخفة في الدجاج تاعنا، وراح يجي السمك تاعو عالي. هذا هو الدور تاع الخميرة. لهنا بعد ما كملت خلطت كامل هذوك المكونات والعظام والفرماج في الدجاج، راح نجيب المول تاعي. هذا كنت دهنته بشوية تاع زبدة، كيما تحبوا نتوما ديروا في اي مول بغيتوه. راح نفرغ الخليط تاعي ونسيي نعدلو باه يجي كامل بنفس نفس السمك كيما راكم تشوفوا. تكونوا سخنتوا الفور من قبل باه طيبوه، ما طيبوش بزاف يعني جوست برك ما يطيبوا هذوك العظام ويحكم الدجاج باه ما يجيكمش ناشف. بهذه الطريقه
ولهنا كانت لاصوص تاعي طابت، نحيت منها هذاك الدجاج وراح نزيد لها الزيتون اللي كنت قطعته. لهنا تحبوا تخليوها يعني هكا ولا تزيدوا لها كريم فريش. أنا لهنا حطيتها على النار شوية وزدت لها كمية من هذيك كريم فريش. ولهنا كان الدجاج تاعي طاب، جبت هذا الفرماج تاع لي ساندويتش وراح نحطوه من الفوق. لهنا مع تحطوه راح يذوب هذيك السخانة تاع الدجاج لأنه لهنا مازال سخون. شوفوا راح نحطوه على كامل الوجه باه من بعدا تجيني الخدمة نظيفة. ولهنا بعد ما كملت جيت باه نقدمو. شوفوا لي لهنا كيفاه جا ما شاء الله وبزاف خفيف. راح نعدلكم لهنا شوفوا كيفاه يجي روعة. حطيته لهنا في ريسيبيون تاعي باه نقدمو. درت له تزيين بسيط كيما راكم تشوفوا وحطيته في ريسيبيون راح نحط معاه هذيك لاصوص. وهذيك لاصوص تاعي كانت واجدة بعد ما زدت لها كريم فريش كيما راكم تشوفوا. لهنا تقدروا تعوضوا الزيتون بشامبينيون ولا كيما تحبوا على حساب الذوق تاعكم. انا تاع دارنا ما يحبوهش درت لهم هكا بالزيتون. وجيت حندير تزيين بسيط درت هكا دبشة ولا كتزيين مع الزيتون. وهذه هي الوصفة تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم وما تنساوش تخليوا لي هذاك الجيم هكا باه يلحقكم كل جديد بإذن الله. نتلاقاو في وصفة أخرى وفيديوهات أخرى بإذن الله. سلام.